السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله زينين. رجع لكم روبن بمقطع جديد. طبعا اسف على هاي القطعة الطويلة، بس يعني شوية ظروف ويعني حبيبي والله وهاي. المهم ما بطول عليكم بالمقدمة. اليوم جايب لكم قصة كلش حلوة. تتحدث هاي القصة عن سجن الاشباح الكاتراز. لم يعد سجن الكاتراز سجنا بعد الآن، وقد تحول إلى أحد الأماكن السياحية ولاية سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية. قصة هذا السجن قصة دموية، ويقع هذا السجن جزيرة معزولة عن الولاية، كان يسكنها هنود الحمر لأن هم السكان الحقيقيين لهاي الجزيرة. وقد قامت الحكومة الأمريكية بإغلاقها في عام 1963. والقصة الدموية كان أبطالها الهنود الحمر الذين يعرف عنهم ذات قلوب قاسية، ويتفننون في أدوات تعذيب كل من يقع تحت أيديهم. شان يدخل هذا السجن يعني كل من يخرج من القانون من المجرمين، فيتم نفيه لهذا السجن. كل شخص يعني مجرم حقيقي يتم نفيه لهذا السجن ينقلونه بهاي الجزيرة التي تعرف بجزيرة الأرواح المعذبة، وكان يطلق عليها قديما قطعة الجحيم، يعني من كثر ما التعذيب عندهم يعني كلش قاس وبدون رحمة. كانت هاي الجزيرة تستخدم من الأمريكان كقاعدة عسكرية لقوات الجيش. بعد ذلك تحولت هاي القاعدة إلى أحد السجون الفيدرالية، كان هذا في عام 1943. وقد أحاطت الجهات الأمنية بحراسة مشددة، لأن كان هذا السجن المتخصص في ضم أكثر الأفراد دموية في الولايات المتحدة. كان هناك المجرم العتي على قولتهم يتم إرساله لهذا السجن لأن يمثل خطر على الأفراد. كما يتم نقل أي سجين لا يلتزم السجون العادية التعليم والقواعد. سجن الكاتراز كان معروف بقسوته وصرامته، لكن الغريب الموضوع أي سجين يدخل هذا السجن بعد انقضاء يعني مدة عقوبته يعود إلى حياته شخص آخر، شخص كئيب ويحيطه الصمت والغموض، ثم يدخل في حالة الاكتئاب الشديد. هاي تكون دائما الانتحار أو الجنون. وتم تشييد هذا السجن فوق ربوة عالية بالجزيرة، بحيث يكون محاط من كل جانب بالمياه. السجن به أكثر من 370 عنبر للسجناء، ويعني كما ذكرنا تم إغلاقه من السلطات الأمريكية بعد ما قدموا منظمة حقوق الإنسان أن هذا السجن يعامل السجناء بطريقة قاسية غير آدمية، مما دعا الولايات المتحدة بإغلاقه، إيمانا بفكرة أن عقوبة السجين لابد أن تكون لإصلاحه وليس لتعذيبه. والله صحيح، يعني طب الصلحة والطب تعذب. حقيقة ظهور الأشباح في سجن الأشباح اللي هو سجن الكاتراز. ذكرنا أن كل واحد يخرج من هذا السجن يكون نهايته اما الجنون او الانتحار، فمن يصاب بالجنون يتكلم عن السجن وما به من العديد من القصص كلها تدور حول ظهور ارواح واشباح تقوم بتعذيب السجناء ليلا، ذلك طوال الليل دون لحظة واحدة من الراحة. قامت لجنة من الحكومة الأمريكية بفحص السجن من خلال أجهزة متخصصة في كشف الظواهر الغير طبيعية، وجاءت التقارير لتؤكد بأن نشاطات للأرواح الشريرة. فمن يقوم بحراسة السجن ليلا سجل أن هناك العديد من الصيحات الآتية من غرفة السجن المظلمة. أكد العاملين الذين قاموا بترميمه أن هناك العديد من الأحداث الغير طبيعية، فهناك دائما خيال السجين يمشي ومقيد بسلاسل في يده وقدمه، كما أن هناك العديد من الأصوات للبكاء والصراخ وأحيانا الضحكات. والسائحين الذين يقومون بزيارة المبنى ليلا قد أكدوا أن هناك الكثير من الأصوات الصادرة من داخل السجن، وكأن أحدهم يجر شيئا ثقيلا ويمشي به. وقد أدلى سجين تم إطلاق سراحه بعد قضاء مدة العقوبة أن في كل ليلة هناك مخلوق شديد السواد ويبدو عليه أنه محترقا، لأن عيناه كانت نار متوهجة
كان يأتي كل يوم ومعه مخلوقات تشبه ليعذب السجناء. العجيب في الأمر أن هذا السجين بعد انحكى هذا الكلام تم العثور عليه محترق بشقته، ويعني ارتسمت على وجهه علامات رعب وجفوف. يعني والأغرب من ذلك رغم احتراق هذا السجين إلا أن المكان ما بيه أي أثر للحريق. هنا أساس المصيبة. كما أكد أحد الشهود بأن هناك الكثير من أصوات النساء البيهن تضحك والبيهن تصرخ والبيهن تبكي، رغم أن هذا السجن الكاتراز ما مخصص للنساء وما بي أي سجينة من النساء. سجل أحد السائحين وزوجته أقوال غريبة عام 2015 بأنهم أثناء تجولهم بهذا المكان لمحوا شبح لامرأة تتحرك في السجن، ولم يكتفوا بالمشاهدة بل قاموا بتصوير هذا المشهد الذي بدأ واضحا جدا. تم عرض هاي الصورة للسلطات اللي وجدوا بأن هاي المرأة الشبح كانت تنظر للكاميرا وكأنها تريد يعني منهم يصورونها. أكد من كان يعمل بهذا السجن أن ليس هناك أساليب لتعذيب السجناء بهذه الطرق الوحشية اللي تجعل هناك صرخات تظهر بالليل. وفقا لمنظمة الظواهر الخارقة للطبيعة فإن السبب في إطلاق اسم سجن الأشباح لهذا السجن أن الهنود الحمر كانوا يتفننون في أساليب اللي يستخدمونها ضد السجناء ومن يتم اعتقاله من النساء والرجال، رغم أن السجن في العهد الحديث ما يضم نساء بل كان مخصص للرجال فقط. وبعد ان تم اغلاق السجن اصبح من المزارات السياحية الهامة في الجزيرة المنعزلة عن سان فرانسيسكو، فيروح لها كل عام العديد من السائحين للدخول الى هذا المبنى اللي يحيطه الغموض والريبة. فهاي كانت قصتنا اليوم، واتمنى ان شاء الله القصة عجبتكم، واتمنى ان شاء الله يعني قدمت لكم شيء حلو وتفرنستوا عليه. ان شاء الله يعني القادم افضل، وانا دائما اقولها. فكان وياكم روون، اشوفكم في فيديو الاخر، مع السلامة.